كل مسألة بتخلينا نفكر بطريقة جديدة ونوسع دماغنا. يلا نبدأ مع تحدي شيف and next جين ونشوف الحل خطوة بخطوة. جاهزين؟ يلا بينا. أول حاجة مبدئيا كده قبل ما نبدأ أي حاجة بس حابة أوضح حاجة إنه بما إن طبعا إن الدراسة بدأت وهدلوقتي بقينا في مرحلة دراسة وكده، فالفيديوهات بتنزل كل خميس. بينزل فيديوهين تو فيديوز. هينزل فيديو شورت تحفيزي موتيفيشن كده زي ما انتوا عارفين يعني، والفيديو التاني اللي هو الفيديو بتاع الشرح. ولو كان في إمكانية إنه أنا أقدر أنزل فيديو شرح في نص الأسبوع هنزل. طيب مثلا ما كانش في إمكانية وكان في إمكانية إن أنا ممكن مثلا أنزل فيديو شورت كده جاهز هنزل. تمام ان شاء الله هحاول بقدر الامكان نعمل كل حاجه عشان ما نوقفش، واهم حاجه البراكتس عشان ده اللي بيثبت المعلومه في دماغنا. طيب يلا بينا. المساله بتقول اول مساله اسمها شيف اند نيكست جين، يعني الشيف والجيل اللي جاي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي شيف is currently working for a secret research group called next gene. الشيف حاليا شغال في سيكريت او مشروع يعني، او في جروب كده في السر يعني، بيشتغلوا ان هم بيعملوا بحث يعني اسمه النكست جين اللي هو الجيل اللي جاي. While the rest of the world is still in search of way to utilize helium 3. ده غير انه او عن يعني ان العالم كله لحد دلوقتي لسه بيدور على طريقة ان هو يستخدم الهيليوم 3 ده as fuel كأنه وقود. فبيقول لي النكست جين ساينتست، علماء النكست جين دول have been able to achieve two major milestones. يعني الساينتست دول عندهم مهمتين المفروض ان هم يعملوها. ايه هي؟ اول مهمة finding a way to make a nuclear reactor that will be able to utilize helium 3 as a fuel. اول حاجة ان هم يدوروا على طريقة ان هم يستخدموا الهيليوم 3 ده كأنه وقود او كوقود. Obtaining every bit of helium 3 from the moon surface. وهم المفروض ان هم هياخدوا كل قطع اللي من القمر اللي هي الهيليوم 3 دي هياخدوا من القمر يعني، عشان لازم يجيبوا الهيليوم 3 دي من القمر، فهياخدوا من القمر كل القطع بتاعت الهيليوم 3 دي عشان يستخدموها طبعا كوقود. دي المهمة التانية. فبيقول لي بعد كده ايه؟ بيقول لي moving forward the project requires some government funding for completion. يعني ايه؟ هم دلوقتي بدأوا ان هم ياخدوا خطوة قدام في البروجكت بتاعهم ده، وبدأوا ان هم ياخدوا زي اتاحة او امكانية من الحكومة فور ان هم عشان ان هم يكملوا المشروع بتاعهم ده. ولكن كان الحكومة عندها one condition، كان عندها شرط واحد، وهو to prove its worth، ان هم يثبتوا ان البروجكت هيبقى هيستخدموه يعني at least 8 units of power، ان هم يستخدموا على الاقل يعني عدد من اليونتس كباور كطاقة كل سنة، وعدد من السنين، او مثلا هو عدد من السنين هو بييرز للسنين اللي هي السنين اللي جايه يعني. تمام. دول طبعا هي variable اللي هي الاي والبي. قلنا الاي اللي هي بتاعه اليونتس اوف باور، والبي اللي هي الييرز. خلينا كده نشوف النوتس بتاعتنا. طبعا انا مجهزه النوتس، سيبكم من 1 و 2 دول هنعرفهم في الاخر. ندخل على 3. الاي بتساوي الباور، والفور بتساوي البي equal years اللي هي السنين. تمام. طيب ماشي جميل. بيقول لي ايه هنا بقى؟ بيقول لي help shift determine whether the group will get funding assuming that the moon has X gram of helium 3 and 1 gram of helium 3 can provide Y units of power. يعني ايه؟ يعني هو عايزنا ان احنا نساعد الشيف ان هو يلاقي طريقة ان هو يعني ياخد جرام من القمر يعني. طبعا احنا قلنا ان القمر فيه مجموعة من الهيليوم 3 هم المفروض ياخدوها، فهم بيتحسبوا بالجرامز. فهو القمر عنده اكس جرام من الهيليوم، احنا معرفش هم قد ايه، وكمان عنده 1 جرام، يعني كل جرام من ده بيساوي يعني ال 1 جرام اوف هيليوم 3 can provide units of power. يعني ان الجرام الواحد من الهيليوم 3 ده بيساوي او يعني بيقدر انه يبقى 1 units of power. معرفش هم قد ايه، برضو الواي ده برضو variable. تمام. فخلينا برضو نفتح النوتس بتاعتنا تاني ونقول ان احنا عندنا
الاكس بتساوي الجرام اوف هيليوم، والواي اللي هي بتساوي اليونتس اوف باور. تمام. عندي الانبوت فورمات التست كيس عادي، وهنا الاي والبي والاكس والواي. بس حابه اوضح حاجه، ان هو المره دي مش عايزنا نكتب الانتجرز دي في سطر واحد. كنا الاول بنكتب انتجر A شرطه B، قصدي سوري ابوستروف B ابوستروف X ابوستروف، لا هو عايز كل واحده من دول في سطر لوحده. فهتبقى ماشيه كالاتي: هنكتب الانتجر التست كيس، وهنعمل سين للتست كيس عادي جدا زي ما بنعمل وكأن مفيش حاجه خالص لحد دلوقتي، ونعمل الواير بتاعتنا ونكتب t ماينس ماينس. هنا بقى هنبدأ بقى ان احنا نكتب الانتجر. هنبدأ بالاي وننزل تحت ونكتب انتجر تاني. هنفضل بقى نخزن كده. يمكن الحاجة الوحيدة اللي طويلة في الكود ده هي الانتجرز الكتيرة دي، عشان هو كان عايزها كل واحدة في لاين لوحده. والاكس والانتجر الواي. السين بقى مش مهم عندنا، يعني هنعمله طبعا، انا اقصد انه مش مهم ان انتوا تعملوا كل واحده لوحدها، لا هنجمعهم عادي مع بعض. الاي والبي والاكس والواي. تمام، دول عادي بقى احنا نستخدمهم كده، بس طبعا لازم تمشوا بالترتيب اللي انتوا كتبتوه بيه. تمام، خلصنا الجزء ده بتاع الكود. ننزل نعمل كده انتر. طيب هننزل نشوف الاوتبوت بتاعنا. بيقول لي الاوتبوت ايه بقى؟ بيقول لي for each test case print one in single line answer yes لو كان النكست جين دول satisfy the government minimum requirements for funding. يعني بيقول لي هنطلع يس، الاوتبوت بتاعنا ان احنا نطلع له يس لو كان العلماء اللي هم بتوع النكست جين دول قدروا ان هم يعني يوافقوا او ان هم يقدروا يحققوا الشرط بتاع الحكومه اللي طلب منهم، ولا لو ما كانش قادرين ان هم يعملوا الشرط بتاع الحكومه بتاعهم. طيب قال لي هنا جاي لي طبعا اشكال ان احنا نكتب بيها اليس عادي. ماشي، ندخل على السيمبل. بيقول لي اول حاجه الفور التست كيس، عدد الحاجات اللي هنجربها زي ما احنا عارفين. قال لي 1 وقال لي 2 وقال لي 3 وقال لي 4. هو اصلا جايبها لنا بالترتيب. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ ال1 دي اللي هي الاي، وال2 دي اللي هي البي، وال3 دي اللي هي الاكس، وال4 دي اللي هي الواي. قبل ما نعمل اي حاجه وقبل ما نعرف كل واحده دي هنعمل فيها ايه، انا حابه اعمل حاجه مهمه جدا. هنيجي عند كل انتجر او كل حاجه خزناها وهنعمل الشرطتين دول. اعتقد اني اتكلمت عنها قبل كده في فيديو، وقلنا ان دي نوتس بتتكتب جنب الحاجه اللي انتوا حابين تكتبوها، ودي ما بتتشافش. الكود الكومبايلر ما بيشوفهاش اصلا، يعني عادي، هي حاجه مش مرئيه، هي حاجه يعني غير مرئيه قصدي، يعني زي كده كانها هنا في كان النوت باد دي، وهي هنا كانها شبه النوت باد برضه يعني تمام. بس لازم تعملوا الشرطتين دول. هنعمل ان الايه بتساوي الباور. طب ليه انت بتعملي كده؟ هنعرف دلوقتي. سوري. ونكتب عند البي، نعمل نفس الشرطتين دول، ونكتب ان البي بتساوي اليرز، وننزل عند الاكس نعمل نفس الشرطتين، ونكتب ان الاكس بتساوي الجرام اوف هيليوم، وهننزل عند الواي ونعمل نفس الشرطتين، ونكتب ان الواي بتساوي اليونتس اوف باور. بس كده. طيب ايه بقى ليه عملت كده؟ اولا المساله دي لازم تكونوا شايفين قدام عينيكوا كده الايه بتعمل ايه، والبي بتعمل ايه، والاكس بتعمل ايه، والواي بتعمل ايه. طب اشمعنى في المساله دي بالذات؟ لان المساله دي بالذات فيها انت هتتلخبط. اولا انت مش هتبقى عارف الايه بتعمل ايه، والبي مش هتبقى عارف هي بتعمل ايه. طب احنا كاتبينها في النوت باد، لا لازم الحاجه دي تبقى قدام عينيكوا كده عشان تبقوا شايفينها، عشان كل شويه نفتح النوت باد. تمام. طيب نبدأ نكمل عادي. الكود بتاعنا عادي جدا. قلنا ال1 اللي هي الاي، يعني دي الاي اللي هي بتساوي الباور. تمام. وقلنا ال2 اللي هي البي اللي هي بتساوي اليرز، يعني هما كده هياخدوا سنتين. وقلنا ال3 اللي هي الجرام، يعني هما كده اللي هي الاكس، يعني اللي هي الجرام اوف هيليوم، يعني هما كده معاهم 3 جرام من الهيليوم بتاعهم اللي هم عايزينه. وال4 ده اليونتس اوف باور. طلع لنا يس. ليه؟ خلينا نشوف هنا في الاكسبلانيشن كده. بيقول لي شوف land requires ان ال A بتساوي 1 اللي هي units of power، وال B years اللي هي in total، وال the moon must be capable of providing A. ال B اللي هي بتساوي on ال 2 اللي هي units of power،
وان عندنا التوتال بتاعنا اللي هو الاكس بيساوي 3 اللي هي الجرامز اوف هيليوم، اللي هو الهيليوم 3 ده اون ذا مون، ده اللي هو فوق القمر، ده 3 جرام، الاكس ده اللي هو 3 جرام اللي هو المفروض ان هم طلعوا القمر وخدوه. which is capable of providing الاكس والواي equal 12 units of gram. واحنا عندنا ان 12 هنا قال لي ان 12 هنا طبعا greater than ال 2. So the project satisfies minimum requires for funding, thus the number is yes. في هنا كده مبدئيا في عمليه حسابيه اتعملت، وهو هنا اصلا يعتبر ساعدني شويه واداني هنت ان هو عمل اكس ملتبلاي الواي، البوينت دي يا جماعه معناها ملتبلاي. طيب يبقى هو هنا كده اداني مبدئيا كده اداني هنت كده وساعدني شويه، وقال لي ان الاكس دي معناها ان احنا هنعمل اكس ملتبلاي الواي اهو. تمام، خدناها معانا ماشي. تمام، بعدين ايه اللي هنعمله بعد كده؟ ان احنا دلوقتي عايزين ان احنا اول حاجه ايه الشرطين او ايه الشرط اللي كان الحكومه كانت قايلاه، ان هو يبقى ان هم يستخدموا الاي بتاعه الباور، وان هم ياخدوا اللي هي البي بتاعه الييرز اللي هي السنين او النكست يير اللي هم المفروض ان هيستخدموا فيها التجربه بتاعتهم دي. فاحنا كده المفروض عندنا احنا كمان عندنا ان احنا كده عندنا شرط المفروض دي يتعمل. طب ده هنعمل له ايه؟ هنعمل نفس زي ما عملنا الاكس والواي، هنعمل ايه ملتبلاي البي. ماشي، بعدين هل هي كده خلصت؟ لا، فاضل حاجه بس بسيطه جدا. الاول لما اجي اكتب الكود هكتبه كده ان الاف، هعمل اف كده ثانيه ماشي، هبدا بالاي ملتبلاي البي، انا هبدا بالشرط الاول لان انا عايزه انفذ الاول الشرط قبل ما انفذ الاكس لان انا قبل ما اخليه يحسب بتاعه الاكس والواي بتاعه الجرام واليونتس اوف باور. فانا هعمل الاي ملتبلاي البي، وهعمل ايه بعد كده بقى؟ هعمل ان هي less than or equal الاكس والملتبلاي الواي، واقفل القوس واقفل قصدي بالقوس، واعمل طبعا القوس الكيرلي عادي. هاخد الكلام اللي انا عملته ده دلوقتي كده كوبي واحطه ايه في الكود. هنزل كده هنا سطر، انا كده يعتبر خلصت المساله، انتوا هيتهيأ لكم ان هي مساله كبيره، ولكن لا، هي مساله صغيره جدا. هو بس اللي مكبرها ان هو مخلينا نكتب كل واحده في سطر لوحده يعني. ماشي، بعدين هنعمل ايه؟ هنعمل له ان هو سي اوت يس ماشي، وهقفل كده بالمساعدين واعمل اند لاين، وهنزل هنا سطر كده بعد بتاعت القوس الكيرلي بتاع الاف، واكتب الالس بقى، واعمل القوس الكيرلي وانزل واعمل سي اوت كده، واكتب نو، وبعدين هنا اقفل بالمساعدين واعمل اند لاين واعمل ليرن، وهشوف ايه اللي هيحصل معانا في الكود بتاعنا. ماشي لاين 21 نشوف كده 20 بيبقى ساعات يا جماعه، بس عشان القوس الكيرلي الكتيره دي بتلخبط، يعني لازم الاول تتاكدوا، اهم حاجه تتاكدوا في القوس الكيرلي بتاعكم ان في قوس كيرلي للانتجر مين دي عشان تمشي، يعني عشان ينفذ الكود. ساعات بنمسحه غصب عننا يعني. اهو طلع لي الاوتبوت، قال لي يس هنا يس ونو نو ويس يس ونو نو. كده حلينا المسألة. تعالوا نعمل سبميت كده ونتأكد انه مفيش اي غلط. الحمد لله عملناها صح، وبكده نكون خلصنا مسألة شيف النكست جين. افتكر ان الاستمرار هو مفتاح، وكل مسألة بتحلها بتخليك اقوى. متنساش اللايك والاشتراك، واستعد للتحدي اللي جاي، وباي باي.